عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الفراعنة الكبار أمام بلجيكا والتي انتهت بفوز كبير لمنتخبنا الوطني بنتيجة 2-1، دار حوار طريف ساخر بين هازارد وكورتوا ثنائي منتخب بلجيكا مع نجم منتخب مصر محمد صلاح، حيث قال هازارد وكورتوا: صلاح، لماذا لم تعلق هذه المرة على قرعة دور الأبطال؟ فأجاب صلاح مازحا: أنا لو اتكلمت المرة دي كلوب هيطردني بره الفريق خالص. وكان قد سبق أن تحدث محمد صلاح عن ريال مدريد عدة مرات بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، حيث تضمن حديثه التهديد والوعيد والانتقام عندما قال: أريد مواجهة ريال مدريد لسبب شخصي. وفي حوار آخر قال: حان وقت الانتقام، لقد هزمنا وكان يوما حزينا للغاية بالنسبة لنا جميعا. وفي حوار ثالث قال: إنها مباراة ثأرية بعدما حدث لي في كييف من خروجي بعد 30 دقيقة من بداية المباراة، ولكنها مباراة ثأرية من منظور إيجابي وليس بالمعنى السيء للكلمة.